لو قلتلك تخيل نفسك كاتب ليوم واحد، أكيد هيجي ببالك صورة راجل قاعد على المكتب وحواليه شوية ورق. وأنا عذراك علشان الشكل الخارجي للكتاب يبان هادي وملهم، لكن اللي ما تعرفوش إن الكتاب بيصارعوا مشاعرهم وأفكارهم طول الوقت علشان يقدموا أي عمل فني. وتعالى بقى لما أحكيلك اللي ورا الكواليس. الكتاب بيتعرضوا في الثانية الواحدة لمشاعر مختلفة، يعني بتعبير أدق بيعيشوا أكتر من حياة في نفس اللحظة، وده يخليهم منهكين أكتر من غيرهم. وعشان كده بتسمع كتاب كبار بيوصفوا إن الكتابة مرض. وبمناسبة المرض بعيد عن السامعين يا رب، موقع الصحة الأمريكي أجرى دراسة وأثبت فيها إن الكتاب هم أكتر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وخاصة فئة المؤلفين، وخاصة الكتاب المؤلفين الرجالة. دي الدراسة اللي بتقول. وأنا عارفة إنك هتسأل نفسك دلوقتي، يا ترى إيه المخيف في شوية الأفكار اللي بنطلعهم على ورق؟ وأنا مش هسيب دماغك تودي وتجيب وهقولك. الكتابة على عكس غيرها من المهن بتخلي دماغ صناعها شغالة 24 ساعة، مفيش وقت يريحوا فيه المكن. السيستم عندهم ما بيجيش عليه وقت ويقع، طول الوقت شغلين دماغهم بالملاحظة، زي الصياد اللي بيدور على فريسته. دول حتى يا أخي لو دخلوا يناموا الأفكار بتنط جوه أحلامهم وتطير النوم من عينيهم. ودي مش مبالغة، أغلب الكتاب بيحطوا ورقة وقلم جنبهم علشان لو اصطادوا فكرة يصحوا فورا يكتبوها. ده غير إن هما بيعيشوا أكتر من حياة مع الشخصيات في رواياتهم، وبيتفاعلوا معاهم بمنتهى الصدق، بيحزنوا ويفرحوا معاهم كأنهم من لحم ودم زينا. لدرجة إن الكاتبة إيزابيل إيلاندي تعبت في الفترة اللي كانت بتكتب فيها واحدة من رواياتها، وما كانش حد عارف يشخص مرضها أبدا. لكن بعد انتهائها من الرواية اختفت كل الأعراض دي فجأة. وصدق أو لا تصدق، دي نفس الأعراض اللي كانت بطلتها بتشتكي منها. ومش بس كده، الكتاب بيجيلهم حاجة اسمها السكتة الكتابية، وده بعيد عن السامعين بيبقى العذاب بعينه بالنسبة لهم. فترة تقدر تقول إن هما بيجفوا فيها، ما بيقدروش يكتبوا جملة واحدة بس متماسكة. والحقيقة إن السكتة الكتابية دي ملهاش أي علاقة بشطارة الكاتب، ده لأنها بتعدي على أعظم الكتاب والروائيين، والخوف منها بيفضل ملازمهم طول حياتهم المهنية، لدرجة إن هم أغلب الوقت بيبقى عندهم قلق لما يعرفوش يكتبوا، ومتشككين أصلا في موهبتهم. أنت متخيل؟ وخد الكبيرة، الكتاب هم الأقل شهرة في مجال الصناعة الفنية. تحب أثبتلك؟ الفيلم اللي أثر فيك والأغنية اللي دايما بتدندنها، تعرف مين مؤلفها؟ طب الفيديو اللي بتشوفه دلوقتي يهمك أصلا تعرف مين اللي كاتبه؟ برغم إن من غير الكاتب ما كانش هيبقى فيه أي عمل فني من الأساس، إلا إنه للأسف آخر حد ممكن نبص على اسمه في التتر. سامعاك وانت بتقولي طالما الكتابة شغلانة صعبة قوي كده بيشتغلوها ليه؟ فكرك يعني هسيبك من غير ما أقولك؟ مش عوايدي. الحقيقة إن على قد ما الكتابة مهنة صعبة زي ما وضحتلك، لكن ده لا يمنع إن ليها لذة بتخليهم يتحملوا المعاناة دي. في الكتابة مفيش شيء مستحيل، الكتاب بيحققوا اللي ما قدروش يحققوه في الواقع الفعلي. مساحة بيضة كبيرة بتسمح لهم يعملوا أي شيء، بيقولوا كل اللي مقتنعين بيه وكل اللي حاسينه بدون خوف. الكتابة بتحول الألم لفن يلهم كتير من الناس، هي السحر والعبقرية والألم والخوف. الكتابة أمل وتمرد وصبر. الكتابة هي كل شيء بيملكه الكتاب، هي أدواتهم ونفسهم في الحياة، قدر بيسعدهم إن مفيش مفر منه. الكتاب بيكرسوا حرفيا حياتهم للورق، بيتألموا علشان الجمهور يصدق، وبيحطوا جزء من روحهم مع كل سطر بيكتبوه. فلو تعرف كاتب موهوب اعمله منشن دلوقتي وحييه في يومه، اليوم العالمي للكتابة. وانا الحلقة دي بهديها للأب الروحي دكتور أحمد خالد توفيق في الذكرى ال5 لوفاته، ولكل حد صدق في موهبتي. أشوفكم بخير.